أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة حوار بلدنا، أهلا بحضراتكم في برنامج نجاح في نجاح. إن شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم بسلسلة الحلقات التعليمية المتتالية اللي هنعملها، نرجو من حضراتكم الاشتراك عشان توصل لكم كل الحلقات، وإن شاء الله تكون مرضية لحضراتكم. سيبكم النهاردة مع أستاذ نادر عطية، مدرس الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية. ابقوا معنا. الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الإعدادي، كل عام وأنتم بخير. معكم مستر نادر عطية. إن شاء الله السنة دي هنشتغل معاكم مادة الدراسات الاجتماعية. تمام؟ طبعا هنستكمل المرحلة أو الصف الثاني الإعدادي اللي احنا خدنا فيه الوطن العربي السنة اللي فاتت والتاريخ الإسلامي. السنة دي هناخد في الجغرافيا منهج اسمه العالم. السنة اللي فاتت خدنا الوطن العربي أو الدول العربية. الصف الثالث هنتكلم على منهج العالم أو بنسميه قارات العالم. عندي قارات العالم خدنا قبل كده قارات العالم حوالي 7 قارات. طبعا فاكرين الكلام دوت في سنة أولى إعدادي بالأخص خدنا قارات العالم، هناخدها تاني إن شاء الله في سنة ثالثة إعدادي. قارات العالم احنا عارفين اللي هي 7 قارات. طبعا عارفين ان ال7 قارات قسمناهم 2، 3 قارات عالم قديم و4 قارات عالم جديد. عارفين ان 3 قارات العالم القديم اللي هم آسيا وإفريقيا وأوروبا. العالم الجديد عندي الأمريكتين، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا. طبعا خدنا في أولى إعدادي قارة جميلة جدا شرحناها كتير، قارة انتاركتيكا. قارة انتاركتيكا اللي احنا سميناها القارة القطبية الجنوبية. طيب أنا لسه قايل القارات عندي 7 قارات، 3 تم اكتشافهم قديما، 4 تم اكتشافهم حديثا في القرن أو بداية القرن ال19، عشان كده سميناهم عالم جديد أو عالم حديث. طيب يا مستر احنا هناخد ال7 قارات؟ أيوة هناخد ال7 قارات، بس هنشرح 6 بس. ليه؟ هنشرح 6 ليه؟ اللي هم طبعا العالم القديم 3 هم عندي، والعالم الجديد هنشرح 3. انت لسه قايل لي 4، اقول لك ايوه، بس عندي في قارة اسمها انتاركتيكا ديت. بص كده، قارة غير مأهولة بالسكان. يعني ايه كلمة غير مأهولة بالسكان؟ ما فيهاش سكان خالص. طيب انا استفاد منها؟ ايوه استفاد منها. العلماء قال لك نستفاد منها ازاي؟ قال لك دي منطقة ابحاث ومنطقة تجارب، اعمل فيها الابحاث واعمل فيها التجارب، خلاص استفاد منها. طيب مين الدول بقى اللي بتروح على طول قارة انتاركتيكا وبتستفاد منها؟ الدول المتقدمة. ليه؟ عشان اهم حاجة عندهم العلم، اهم حاجة عندهم الابداع والاختراعات. دولة انجلترا، فرنسا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الامريكية. حتى بتلاقي التقدم والاختراعات كلها في الدول ديت. يبقى انا كده استفدت من قارة ايه؟ انتاركتيكا، على الرغم ان هي غير مأهولة بالايه؟ بالسكان، كمنطقة ابحاث، كمنطقة تجارب. من الدول اللي بتروح تعمل تجارب هناك وابحاث هناك انجلترا، فرنسا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الامريكية. ادي كده بالنسبة لقارات العالم. هناخد ايه في قارات العالم؟ شيء مهم جدا، حاجة اسمها الموقع الجغرافي لكل قارات العالم. يعني ايه يا مستر كلمة الموقع الجغرافي؟ ده تاخده او خدته في سنة اولى اعدادي وسنة تانية وتالتة لغاية
ثالثه ثانوي. الموقع الجغرافي اللي هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. يعني ايه؟ اليابس والماء اللي انا بسميه كده بالبلدي حدود كل قاره. اول حاجه هناخدها في قارات العالم اللي هي الموقع الجغرافي لكل قاره من قارات العالم. موقع الجغرافي اللي هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. يعني ايه يا مستر؟ يعني الحدود. يعني ايه كلمه حدود؟ يعني كل قاره ليها حدود. يعني ايه؟ ايه شمالها؟ ايه جنوبها؟ ايه شرقها؟ ايه غربها؟ ده كده بسميه موقع جغرافي، وخدناه قبل كده، بس خدناه في الوطن العربي. هنا هناخده على كل قارات العالم. طيب شيء تاني مهم، هناخد الموقع الفلكي، خدناه قبل كده، اللي هو الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الايه؟ الطول. برافو، تمام، خدناه قبل كده. الموقع الفلكي اللي هو الموقع بايه؟ بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول، سميته موقع فلكي. طب فاكرين دوائر العرض دي خدناها قبل كده؟ خدناها قبل كده. فاكرينها؟ فاكر. دوائر ايه؟ دوائر وهمية. برافو، انا سامع اهو، انا سامع. دوائر وهمية افقية تحيط بالكرة الارضية. دوائر وهمية افقية خدناها قبل كده في اولى اعدادي. وهمية افقية تحيط بالكرة الايه؟ الارضية. كلمة افقي يعني بالبلدي كده خدناها يعني ايه؟ عرضي. تمام. دوائر عرضية اهي يا مستر. دوائر عرضية ازاي؟ ادي الدوائر العرضية بتاعتي اهي. جدع. دائرة الايه؟ الاستواء. مدار، برافو عليك، مدار السرطان. مدار الجدي. تمام. الدائرة القطبية الشمالية. برافو عليك. طب مفيش برافو عليكي؟ طب برافو عليك. الدائرة القطبية الجنوبية. القطب الشمالي. القطب الجنوبي. دي كلها سميناها دوائر العرض. طيب فاكرين اشهر دائرة؟ دائرة الاستواء. درجتها كام؟ برافو، 0. طيب مدار السرطان درجته كام؟ 23.5 شمالا. جدع. طب الجدي هي انا سامع، بس اكتب ايه؟ جنوبا. كتبت جنوبا ليه؟ عشان دي في جنوب الوطن العربي. طيب في الشمال دائرة القطبية الشمالية 66.5 شمالا. دائرة القطبية الجنوبية، برافو، جنوبا. القطب الشمالي 90. القطب الجنوبي 90. ده اللي احنا خدناه في دوائر العرض. طب في حتة جميلة قوي اسمها خطوط الايه؟ انا سامع. خطوط الطول اهو. طول 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 اهي. برافو. خطوط رأسية. خطوط رأسية. خط ايه؟ برافو، خط جيرينتش. خط جيرينتش اللي هو درجته ايه يا مستر؟ درجته 0. ده اللي هناخده بالنسبة لكل قارة من قارات العالم، سواء عالم قديم او عالم ايه؟ جديد. هنبدأ طبعا ان شاء الله بأول قارتنا طبعا اللي احنا نفتخر بيها، اللي هي قارة افريقيا. قارة افريقيا. لما بص لقارة افريقيا، تمام، القارة ليها موقع جغرافي وليها موقع فلكي. الموقع الجغرافي اللي هو الحدود، صح؟ تمام. هنبدأ بقى ان شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة هنتكلم أساسي على الموقع الجغرافي وعلى الموقع الفلكي في كل قارة من قارات العالم. هنشتغل على 6 قارات. قلنا طبعا قارة انتاركتيكا قارة أبحاث وتجارب، يعني ما فيهاش ولا موقع جغرافي ولا موقع فلكي. هناخد القارات بتاعت العالم القديم كموقع جغرافي وموقع فلكي بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول، وهناخد العالم الجديد، تمام، موقع جغرافي وموقع فلكي إن شاء الله في الحلقة القادمة. ابقوا معنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي المشاهدين، اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم واستفدتم منها، واخواتي ان شاء الله اتمنى لكم النجاح والتوفيق في كل المراحل اللي انتم فيها، واستنونا في كل جديد. برنامج نجاح في نجاح، قناه حوار بلدنا. كانت معكم بسمله محمد، ابقوا معنا.